بحبكم كلكم، بعشقكم بصراحة، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. فعلوا الجرس بقى واعملوا اللايك بقى والحاجات دي. ما بحبكوش، ما تفعلوش الجرس، ما تعملوش لايك، اعملوا لي بتاع الراجل اللي هو بيطلع مكشر ده، ولا تفرق معايا. ولا بعمل عشان لايكات ولا. لا، واحد الهجوم يقول لك ايه، انا جالي هجومين اتنين على فكرة. يقول لك في حد ينهي الفيديو بتاعه وتقول له يقول للناس بتوعه يا فاشل. يبقى انا متوقع الناس تحبه ازاي؟ انت مفيش حد بيحبك ولا تفرق مع امك. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بطلع اتكلم كلام مصطبه لنفسي. اوعى تكون فاكر ان انا بعمل الفيديو ده ليك. لا، انا بعمله دي صدقه علمانيه. العلمانيين لهم طريقه تانية في الصدقات غير كنتوا خالص. بتبقى اساسها اشباع الذات. اكبر متبرع لاطفال افريقيا اللي هو الراجل بتاع مايكروسوفت ده ملحد اساسا. ده ما بيعملهاش عشان يخش الجنة، ده لا يؤمن بوجود الجنة، ده بتعمل إشباع داخلي ليه. إذا أنا لما بدي نصيحة بديها إشباع داخلي ليا، مش عشان أنت تعمل بيها عنك ما عملت. أنا مالي، لا عايز لايكات ولا عايز بتاع. هحقق نجاح يعني؟ هبقى إعلامي. هبقى إعلامي إمتى وإزاي وليه؟ يعني هبقى إعلامي ليه أساسا؟ هنجح ليه على الفيسبوك؟ ولو نجحت هنجح قد ايه؟ والفترة ده وتفرق مع امي في ايه؟ هتفيد لي ايه؟ هتضيف لي ايه؟ هتديني ايه؟ ولا اي حاجة خالص. فانا اللي بعمله ده، انا بعمل فيديوهات لنفسي. لا يهمني انت، ولا يهمني تحبني، ولا يهمني تكرهني، ولا يهمني تعمل لي لايك، ولا يهمني اي شيء خالص. انا بعمل ده لنفسي. ده كان ردا على الهجوم اللي سمعته بودني، ان مفيش حد بيحبك. ولا عايز احب حد انا راغب، ولا تفرق معايا. ال- تدي النصيحة. انا كان لي طريقة في تربية ولادي، مش عارف انا يعني، بعتبر ان هي طريقة ناجحة جدا جدا. تخلي الحب ما يجيش بالعطاء، او ما يجيش يعني ما تديش ابنك على طول على الفاضي وعلى المليان، يقوم ايه، آه، آه، يحبك بقى عشان كده. لا، حسس ابنك ان انت لو هو عمل غلط احترامك ليه هيتهز. شوف الكلمة دي، شوف الكلمة. انا بيبقى العيل كان طفل، عندي طفل في سنة رابعة ابتدائي، وابقى عارف ان هو عمل الحاجة الفلانية ومتابعه وعارف ومتأكد منها، واجي اسأله يقول لي لا. انا دايما كده وانا بعمل بسيب له مخرج، بسيب اكزيت، بيسموها اجريس بالانجليزي. اجريس يعني مخرج، مخرج. يعني تفتح تسيب الباب موارب ان هو يهرب منه. ما تقولوش لا ده انا شايفك، ده الكاميرا جايباك، ده انا مش عارف ايه، ده انا عامل. خلاص اصبح في موقف بقى لا يحسد عليه. اصبحت انت في موقف واحد من يا تاخد قرار بقى وتقطع عليه رئوس سايح الدم، يا تسكت ويبقى خلاص انت رضيت على الموقف الغلط. الصح ايه؟ انك تسيب الباب موارب عشان يهرب منه. يجي يكلمك يقول لك لا ما عملتش، قلت له انا قلت كده، انا متأكد تماما ان انت ما عملتش. لانك انت لو عملت بصراحة كنت هتنزل من نظري قوي، كان احترامي ليك هيقل. الكلمة دهيت بترن في دماغ العيل، عمرها ما تخرج منه ابدا. وبالتالي يبقى هو حريص على فعل الصح عشان انت تحترمه، عشان احترامك ليه. شوف في الموقف، انت راجل عندك 50 سنة كان مثلا، وابنك عنده 10 12 سنة، لكن تفهمه ان العلاقة مبنية على الاحترام اساسا، مش مبنية على العطاء، انك انت هتديله يقوم يحبك عشان هتديله. طبعا واجباتك وقيامك وان حاجتك ووفائك بالتزاماتك ده موضوع مفروغ منه. لانك انت هيحترمك ازاي اساسا اذا كنت انت مش كافل له اللي اي طفل بيحتاجه، اللي انت تكون محسسه انه اقل من غيره، لكن في نفس الوقت ما تحسسوش انه احسن من غيره.
علاقتك مع ابنك، ده نصيحة جت في السكة كده ملهاش علاقة بموضوع الفيديو، اوعى دايما لازم تسيب باب موارب للعيل يهرب منه. اوعى تضيق الخناق على العيل وتقول انا مسكتك وانت مش عارف ايه. يبقى في الحالة دي لازم تاخد موقف بقى، يا تذبحه يا تطرده يا تعمل، لا، سيب باب موارب يهرب منه، وردك دايما تقول له انا ابني اللي انا ربيته عارف تماما ان عمره ما هيعمل كده، لكن لو عملت كده كنت هتنزل من نظري، احترامي ليك هيقل. تأكد انه مش هيعملها تاني. تحياتي يا فاشل.